أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمة مسجد نصر، جماعة مسجد نصر، قالني كربي أكو مجدامو نصر مجدامو سني كني غاغا سني تبي إيرو سني كني صدرتا يولي قرآن أبسي بجوتي بغير بسنجة. الحمد لله ربي سنا بركاته. ماتو gammachuu qur'aanaatiin wal madaa, maaltu qur'aana rabbii qomatti aayaa lama sadii qabachuudhaan maaltu wal madaa. Rabbi sina gargaaru, irratti taphaata rabbi sina haageera. Akkuma kana haadhotii haffasiifattaniif abbootii haffasiifattan hani alla dasisan haa jedhu aayaa rabbi كل من لي برخاء من النبي كريم صلوات الله وسلامه حديث صحيح كيف تبارك ربنا وان النبي جل نجسني وان قريبا تنيس الصابدني قال لا مفتتلي قال صدي قال أفرين قالوا وان قالوا لسنين من الرسول صلى الله عليه وسلم توج إنباسن وتوت التعابين وتوت أيتني قال لهم طول ما حركتني قالوا طيب فعابمت قال صدي قال أفو يوهر كفتني ثم وانكم من قبل ويمن اتقالوته وان كانت على إسريف على تيسترقاك بسنيه موجرا قابتك علي لك رسول صلى الله عليه وسلم جنان إيكا يا رسول الله صحابه إيكا جنان مسجد ربي ديمتني آيا لما بركتني آيا صدي بركتون آيا لما بركتون قال لما لقيتني كل ما ركبتني بقول آية لما برتني قالوا تسنيتا ربنا مولي ملكا ومهاتا سسو سقلتا غاري ربي سني هاتا إبا غاري ربي سني هاتا بكا غاري ربي سني هاغاو يا جول أمانة تو كتير سنابت أخيرا مو قطاتي حمدا دعمل أستاذ مانو برسي تجدا هدرا لافتو قدو قولي قرباني لارد كودا هوري لار قطاتي ميمانو برسي تجدا حمدا دعمل umri waggaa 25 as keessa dhaabbadhee jira, waggaa 24 as keessa dhaabbadhee jira. Garuu waan danuu keessa dabarfannee dhufneerra tajribaa qabnu immoo waan dandeenyu immoo muuxannoo qabnu immoo wama dandeenyu walii qoodna inshaallah taala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة والسادات، أيها الآباء والأمهات، أيها العلماء والدعاة، ضيوفنا الكرام، أحييكم باسمي واسم الطلاب مركز النصر للحفظ القرآن الكريم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طيباتها حبا ووفاء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات في الله، حديثنا اليوم عن كتاب الله العزيز القرآن الكريم، ذلك النور الذي أنزل الله تعالى ليكون منهج الحياة وسبيل الهداية للبشرية جمعاء. القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالقرآن هو النور الذي يضيء قلوب المؤمنين ويرشدهم إلى طريق الحق
الحق والعدل ويبعدهم عن طريق الباطل والضلال. أيها المؤمنون، القرآن ليس مجرد كتاب يتلى في المناسبة أن يحفظ في الصدور، بل هو دستور حياة يرشدنا في كل شؤوننا، وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل جوانب الحياة. يقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكل ما يحتاجه الإنسان في حياته موجود في هذا الكتاب العظيم. ولكن يا أحباب الله، لا يكفي أن نقرأ القرآن أو نحفظه، بل يجب أن نعمل به وأن نتدبر معانيه وأن نستشعر عظمته في قلوبنا. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر هو مفتاح الفهم، والفهم هو مفتاح العمل. أيها الإخوة، إن القرآن هو شفاء للقلوب وطمأنينة للنفوس وراحة للأرواح. يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن تمسك بالقرآن وجد فيه شفاء من أمراض القلوب والهداية من الضلال والسكينة في أوقات الشدائد. فليكن القرآن رفيقنا في حياتنا، نقرأه بالتدبر ونعمل به بإخلاص ونتخلق بأخلاقه في كل أحوالنا. وليكن لنا وردا يوميا من تلاوته حتى ننال بركته وفضله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እኔ አቅሳ ነኝ። አላህ እኔንና በዙሪያ ያለን አካባቢ ባርኳል። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣኒ ረጂም ቢስሚላሂ ረሕማኒ ረሒም سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ከተቀደሱ ሶስት መስጂዶች ሶስተኛው ነኝ። ረሱል በዛች በተአምረኛዋ ሌሊት በእኔ ውስጥ ሁሉንም ነቢያት ኢማም ሆነው አሰግደዋል። ሙስሊሞች ለዘመናት ሲያስከብሩኝ ቆይተዋል። ዑመር ሊከፍተኝ በመጣ ጊዜ በዙሪያ የነበሩ ሰዎች ዑመርን አንድ ነገር ቃል አስገብተውት ነበር። ያም አይሁድ የተባለ ግለሰብ ወደ እኔ እንዳያቀርብ ነበር። ዑመርም ያን ቃል በመግባት በክብር ተረክቦኝ በክብር ለቀጣዩ ትውልድ አስተላለፈ። ትውልድ ለትውልድ እየተረከበኝ በፋጢሚዮች ጊዜ አንድ ትልቅ ዱብዳ ወረደ። መስቀለኞች ወረዱ፣ ክብሬንም ነኩ። በሁለት ቀን በሚያህል ጊዜ ውስጥ ከ70,000 በላይ ሙስሊሞችን አረዱ። ያልሞተው ከሀገር ወጣ። መስቀለኞች ተቀጣጠሉ። ከ80 ዓመት በላይ በእኔ ውስጥ ቆዩ። እናም አላህ አንድ የተከበረ ሰው ላከ፣ ሰላሐዲን አልአዩብ፣ ወንድ የወንድ ልጅ። እነዛ ጨካኝ ጨፍጫፊዎችን ከውስጤ አባረረ፣ ነፃ ወጣኝ። እሱም በክብር ተረክቦኝ በክብር ለቀጣዩ ትውልድ አስተላለፈ። አንዱ ለአንዱ ባደራ እየተረከበኝ ለዘመናት ብቆይም ከአይሁድ ሴራ ግን ሙስሊሞች ሊያስጥሉኝ አልቻሉ። ያኔ ከ100 ዓመት በፊት እንኳ አብዱልሐሚድ ሁለተኛ የሚባል ጀግና ይህንን ጥማቸውን ሊያቋርጥ ታግሏል። እሱ እያለ ሊደፍሩኝም አልቻሉ። አላህ ይዘንለትና ከሱ በኋላ ሙስሊሞች ምን እንደነካቸው አላህ ይወቀው። የእናንተ ማንቀላፋት፣ የእርስ በርስ ቁርሾ፣ ለጥቃቅን ነገር መባላት፣ ዲናችሁን ሰላት መስገድና ረመዳን በጾም ብቻ አርጋችሁ አረፋችሁ። በሌላ በኩል እስልምና ለማጥፋት የማይታክቱ ምዕራባውያን አልተኙልኝም።
ሙስሊሞች ደከማችሁ፣ ጂሃድ ተዋችሁ፣ እነሱ በረቱ። እንግሊዝ እናንተ እያላችሁ እስራኤል የምትባል ሀገርን በላይ ላይ ጸንሳ ወለደች። የአባትነት ድርሻውን በመወጣት አሜሪካ አንከባክባ አሳደገቻት። ከ70 ዓመት በላይ ህዝቤን አፈናቀሉ፣ ገደሉ፣ አሰሩ፣ ደፈሩ። ንጹህ ክልሌን በግማታቸው አበላሹት። እናንተስ ጭራሽ ስለ እኔ ማውራትን ትፈራላችሁ፣ ታፍራላችሁ፣ አደራችሁን በላችሁ። ባለፈው እንኳ ለዓመት ከ4 ወር ህዝቤ ሲታረድ፣ ሲቃጠል፣ ሲጋይ፣ ወንድ ሴት ሳይል ሲደፈር፣ ቤቶች በጅምላ ሲፈጁ የት ነበራችሁ? በእስራኤል መሪነት፣ በአሜሪካ፣ በእንግሊዝ፣ በፈረንሳይ፣ ጀርመን ደጋፊነት፣ በምዕራቡ ሀገራት ሽፋንነት ህዝቤ ከ50,000 ሰው በላይ በዓመት ሲገደል፣ ቤቶች ከ80% በላይ ሲፈርሱ፣ ካምፕ ላይ ቦምብ ጥለው ህዝቤን ሲበጁት፣ ሆስፒታል ሲያጋዩ፣ ትምህርት ቤት ሲያቃጥሉ፣ መስጂዶች ሰጋጆች ውስጥ እያሉ ሲያጋዩት፣ ከጥይት የተረፉት በረሃብ ሲሞቱ፣ ከረሃብ የተረፉት በብርድ ሲሞቱ፣ የምዕራቡን ጭፍንነት ቀድሞኑ አውቅ ነበር። እናንተ ግን ምን ነካችሁ? ስለ እኔ መታገልስ ቢከብዳችሁ እንባችሁ ምን አደረቀው? እንባችሁን ምን አደረቀው? ጁማን እንኳን ጠብቂያችሁ ነበር። 1-2 ዱዓ ከማድረግ የዘለለ ምንም አላረጋችሁም። ባያገባንም አለፋችሁ። ረሱል አንድ አካል ናችሁ ብለው አልነበረ? አካሉ ሲጎዳ ማይሰማው ፓላራይዝድ የሆነ ሰው ብቻ ደንዝዛችኋል። እና ጥሬን አልሰማ ብላችኋልና ጥሬን ወደ ልጆች አስተላልፋለሁ። ልጆች ስሙ። እኔ አቅሳ ነኝ። እኔ የእምነታችሁ መለኪያ ነኝ። ልጆች በአሜሪካ እና በእስራኤል ተማርኬያለሁ። ኑና ነፃ አውጡኝ። አባቶቻችሁ የጣሉብን ዱላ አንሱ። ልጆች እኔ ትልቁ ግባችሁ ነኝ። እስራኤል ትልቁ ጠላታችሁ ናት። አሜሪካ የዓለማችን ትልቁ ችግር ናት። ልጆች እኔ አቅሳ ነኝ። ኑ እየጠበቅኳችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعلمون. أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم
مسلمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين